ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد يا أمة الإسلام، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. الأشهر الحرم، وكانت العرب تعظم هذه الأشهر وتجعل لها مواقيت حتى تقف الدماء بمثابة هدنة يتفقون عليها حتى يأمن الناس في الوصول إلى البيت الحرام والعودة. قال الأشهر الحرم ذو القعدة، وسمي ذلك لأن العرب تقعد عن القتال في هذا الشهر على اعتباره من الأشهر الحرم. وذو الحجة لأن العرب عرفوا الحج في هذا الشهر فهم يحجون فيه إلى بيت الله الحرام. ومحرم سمي محرم لأن العرب قبل الإسلام حرموا القتال في هذا الشهر. ورجب سمي رجب لأن العرب كانوا يتركون القتال في هذا الشهر، ومعنى رجب أي الشيء المعظم ذو الهيبة. الأشهر الحرم قال عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. التبرؤ من المعاصي، التوبة من المعاصي، عدم الوقوع في المعاصي، فرصة للتوبة، وخصوصا في الأيام العشر من ذي الحجة، العشر العظيمة عند الله عز وجل، العشر اللي أجورها تطير بصاحبها إلى عنان السماء حتى يقطف الأجور بأعمال بسيطة تبلغ من الأجور عند الله عز وجل الأمر العظيم. قال: ومن الجرائم العظيمة سفك الدماء، ويعظم ذلك في الأشهر الحرم. الدماء أمرها عظيم عند الله عز وجل، الدماء أمرها عظيم عند الله عز وجل. حماية النفس، حماية حق الحياة، حق الحياة ما يملكها البشر، هذا أمره إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. ما بال هؤلاء الذين يقعون في الدماء؟ يترصد لرجل يخرج من المسجد ثم ينقض عليه يقطعه بسلاحه، يخرج من صلاة الفجر. أين سيقف هذا في مقام الشكوى عند الله عز وجل؟ يوم يسحبه تسخب الدماء فأمام الله عز وجل سله: يا رب فيما قتلني. أمر الدماء أمرها عظيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها
انظر كم نوع من العذاب. فجزاؤه جهنم، جهنم خالدا فيها. ليس فقط جهنم خالدا، تعليق على جهنم تذييل. وغضب الله عليه. ليس من حقك أن تسلب الحياة من أحد. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم بعد ذلك يجرؤ طائش ضائع أن يعتدي على دماء المسلمين. أي صاحب عقل أمام هذه العقوبات أن يجرؤ ويتجرأ على الدماء التي حرمها الله عز وجل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة، عند مجال للتوبة، عند مجال للعفو. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. إذا أصاب الدم الحرام وقع في الغضب وفي اللعنة وفي العذاب العظيم وفي جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. الناس تحاول أن تبتعد عن هذا المسار. لذلك يقول: ادرأوا الشبهات، ادرأوا الحدود بالشبهات. القاضي اللي يحكم ان حاول ان تجد اي امر، اذا كان في حد، في قطع رقبة، قطع يد، قطع جزء، حاول ان تجد شبهة حتى تمنع سقف بالحد اذا كان يوجد نسبة من الشك. فمال هؤلاء يتجرؤون على دماء المسلمين، يتجرؤون بلا خوف، يتجرؤون على المصلين في مساجدهم وفي حال خروجهم من المساجد. أي دين هذا؟ أي دين زعموه هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يرويه أسامة ابن زيد الحب ابن الحب، حب للرسول عليه الصلاة والسلام، تربى في بيته. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم، ناس من الكفار من المشركين. بعثهم الرسول عليه الصلاة والسلام في سرية، في مهمة عسكرية. قال: صبحنا القوم فهزمناهم. قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار، رجلا منهم، فلما غشيناه، لما وصلت لا استطعت أدركته، وسقط أمامي وسيفي مرفوع أمامه. قال ذلك الكافر لما سقط قال: لا إله إلا الله. فكف الأنصاري رجع، أعاد سيفه إلى غمده، نزل السيف. قال: فطعنته برمحي حتى قتلته. فوقع في نفسي من ذلك، يعني حسيت أن الأمر أحتاج أني أسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. فقدمنا المدينة فبلغ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قتلت بعد ما قال كلمة التوحيد، قتلت بعد ما قال الكلمة التي تعصم الدماء والمال والأعراض. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ يقول أسامة قلت يا رسول الله كان متعوذا خوفا من السلاح، خوفا من القتل. قال لا إله إلا الله وقتلته؟ أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ يقول فما زال أسامة يقول فما زال الرسول عليه الصلاة والسلام يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. شوف هذا الأمر العظيم، صحابي يقول تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. يقول الرسول أين أنت من لا إله إلا الله تحاج عن صاحبها؟ احنا نتحدث هذه الأيام حتى نتناصح، نوجه كلمة، نريد أن ننقذ البصر والبصيرة الوازع اللي يتلقون فتاواهم من شبكات الضلال، شبكات الظلام، اللي يريدون توريطهم في الدماء وفي قتل المسلمين. وتبين وكشفت التقارير الآن، التقارير تكشف واحد تلو الآخر، ومو بس تقارير من المسلمين، تقارير من الكفار، تقارير صحفيين وإعلاميين وسياسيين من الغرب والشرق، أن قادة هذه التنظيمات الغالب منهم يهود تنكروا، وأعضاء في استخبارات الموساد وغيرها، حتى يوقعوا الدماء والقتل في المسلمين. هذا جالس في تل أبيب ولا في غيرها ويفتي لهم وهم يتلقون منه. خلى يخرج هذا بنفسه، خلى يخرج يروح للجبهات، خلى يحمل، خلى يضع حول صدره المتفجر الحزام الناسف ويقبل هو بنفسه. لكن لا، هو يريد أن يزرع الفتنة وتفجير المجتمع المسلم وإظهار سفك الدماء في المسلمين وجعل الفتنة في بلاد الإسلام والمسلمين، وهم يتفرجون حتى يمزقوا. أين أنت من لا إله إلا الله تحاج عن صاحبها؟ وين هؤلاء اللي يتورطون في مساجد الله؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أقول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور التواب الرحيم.